هزقيهم كده تهزيقة محترمة عشان خاطر لعل وعسى يفوقوا قبل القطر ما يعدي. انا شايف ان لا يصح الا الصحيح. انت هتقولي الكلمتين دول بما يرضي الله وهتبري ذمتك منهم. اللي عايز يكمل معاكي اهلا وسهلا. انا بنت عندي 36 سنة، عندي اعاقة في الحركة، بقالي 25 سنة بخدم اخواتي وامي. اخواتي لحد ما كل واحد اتجوز في بيته وبقى ليه شقته واستقل بنفسه، ولو عاد بيا الزمن هعمل كده تاني عشان خاطر انا الوحيدة المتوظفة فيه. كنت دايما بساعد اخواتي وكنت بعتبرهم ان هم ولادي مش اخواتي الاصغر مني. قلت كل واحد فيهم هيتجوز وبعد كده يشيل معايا مسؤوليات، ولكن كل واحد بقى في حاله وما بقاش ليه دعوة بالتاني. حتى مسؤوليات البيت وامي بقت عليا، بقت على حساب صحتي. مش هخبي عليك، انا كنت مستنية ان حد فيهم يقف جنبي ويردولي الجميل اللي انا عملته. انا ما بقولش ان انا حد فيهم يعمل معايا نفس اللي انا عملته، ولكن كنت اللي انا طالباه على الاقل مراتاتهم ييجوا يساعدوا في بيت ويشوفوا امي محتاجة ايه حتى وانا في الشغل. ولكن كل واحد فيهم شاف مصلحة بيته، اهم حاجة مصلحته، خلاص هم استغلوا اللي استغلوه مني ومش فارق معاهم. خصمت مراتات اخواتي لمدة سنة وبرضه ما كانش حد فارق معايا. كنت اول ما الاقي صحتي ابتدت تنزل مني اقعد لوحدي واعيط. كنت مستنية حتى اخواتي يقولوا لي حاجة، حتى امي كانت المفروض تقول لاخواتي حاجة، ولكن كل واحد فضل ان في حاجة بتتعمل له فبقى فاكر ان الموضوع فرض. كل يوم بيعدي عليا بخش في اوضتي وبفضل اعيط وافضل دايما زعلانة. كنت بحس ان اول ما اي حاجة في صحتي بتبتدي تخني وما كنتش قادر اعمل اي حاجة، كنت اقول ليه يا ربي مفيش حد في عيلتنا حتى يحس بيا، ولا انا اللي مبالغة، ولا انا اللي بعمل ايه. خصمت اخواتي واتضايقت منهم. كنت حتى فيهم اخويا الوسطاني اللي كنت معتبراه ان هو ابويا من بعد وفاة ابويا، اول واحد جه في وشي. ما تخيلتش ان اخويا يعمل كده. من كتر الخذلان اللي انا حساه ومتضايقه منه ما بقتش عارفه ارد على اخويا الوسطاني واقول له اعمل ايه. فانا كنت محتاجه اقول لحضرتك الموضوع ده عشان خاطر حضرتك تنصحني اعمل ايه، والناس اللي عندك تقول لي اعمل ايه. لان انا بجد حاسه ان انا خلاص ضيعت عمري كله على الفاضي، وحاسه ان كل يوم صحتي في النازل. فاتمنى من حضرتك ومن الناس اللي عندك تقولي اعمل ايه بما يرضي الله، عشان انا مش عارفة اللي انا فيه ده هل ده طبيعي ان اللي بيحصل ولا انا اللي ببالغ في الكلام. خلينا افكر حضرتك، لو حضرتك اول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد، وما تنساش كمان تشير الفيديو. اكيد اللي انت عملتيه ثوابه كبير عند ربنا، واكيد ربنا هيعوضك اضعاف اضعاف ما انت متخيلة. طبعا دي حاجة بينك وبين ربنا، ولكن لا يصح الا الصحيح. انت تجمعي اخواتك وتجيبيهم كلهم من غير ستاتهم، وتقعدي وتقولي لهم على كل حاجة، تصرحيهم بكل بقى اللي انت شايفاه واللي انت حساه من كبيرة لصغيرة، وتقولي لهم انا خلاص صحتي ما بقتش زي الاول. انتوا المفروض ان انتوا على الاقل تيجي تشوفوا امكم، انتوا كلكم ساكنين معايا في بيت وما فيش حد بيسأل. تقولي لهم على كل حاجة، هزقيهم كده تهزيقة محترمة عشان خاطر لعل وعسى يفوقوا قبل القطر ما يعدي. شايف ان لا يصح الا الصحيح. انت هتقولي الكلمتين دول بما يرضي الله وهتبري ذمتك منهم. اللي عايز يكمل معاكي اهلا وسهلا، واللي مش عايز خلاص مفيش اي مشكلة خالص. وتقولي لهم بقى ان انا ما حسيتش ان في سند ولا ظهر ليا ولا اي حاجة خالص، انا كان ليا اخوات وخلاص. ده لو هم بقى ما سمعوش بالكلام اللي انت بتقوليه. انت للاسف كنت بتعملي ده، وللاسف ان في ناس بتبقى عارفه الواجبات ايه وبتعمل نفسها مش عارفه. بس انت لازم تفوقيهم بقى، طالما انت اختهم الكبيره تجيبيهم وتفوقيهم كده وتصحيهم من الغيبوبه اللي هم فيها. مش هقولك بقى حارمهم ومشيهم والكلام اللي ممكن تسمعيه من الناس ده، ولكن انت بتعملي دورك بما يرضي الله. هتقولي لهم على كل حاجه كانت فيكي بتحصل ولسه هتحصل لك، هم المفروض يشيلوا عنك. اما الرجاله الاسم رجاله، وللاسف حاجه تانية. ده رأيي بمنتهى الصراحة، لأن أنا مش هينفع إن أنا جامل بصراحة يعني. ولو حد ليه رأي في حاجة تانية يتفضل يكتبها لي في الكومنتات. وأكيد طبعا أكيد في إخوات كتير أسوأ من كده، ولو حابين تكتبوا لي في الكومنتات أنا ما عنديش أي مشكلة خالص، مستني تعليقاتكم.